صباح الفل، صباح الهنا، صباح العسل يا حبايب قلبي. اللي بيشوف الفيديو ده بالليل مساء الفل عليك يا بيمين، واللي بيشوف الفيديو ده الصبح صباح الفل عليك. حبايب قلب مروه العزب، طبعا وحشتوني جدا 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 ومن قلبي جدا. رقم التليفون 010-164-62-507. من زمان ما طلعتش معاكم على القناه عندي، بس ان شاء الله يوميا هنزل لكم فيديو. بس يا ريت لايك دلوقتي، يعني لو عملتوا لايك دلوقتي اقسم بالله اقسم بالله يوميا هعمل باذن الله فيديوهات. ويا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك دلوقتي، لان انا تعبانه النهارده جدا 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 وطالعه معاكم برضه. بصوا حبايب مروه العزب، حد من متابعيني، واحده محترمه جدا 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 فوق الوصف، ست متدينه بتاعت ربنا جدا. فهي دخلت لي قالت لي مدام مروه، عشان انا بقى بملكوا رقم التليفون دايما في الفيديوهات، فقالت لي مدام مروه مطلوب منك انك تعرضي مشكلتي. قلت لها ايه مشكلتك؟ مشكلتها اصعب مما تتصوروا. انا بالنسبه لي انا مصدومه. معلش، لما تجيبي واحده تربوها عندكم، او واحده بتصعب عليكي بتاكليها بتلبسيها من هدومك معيشاها معاكي طول ما جوزك مسافر، وفي الاخر تعمل كده. بنت خالتي اللي احنا حبايب مع بعض وصعبانه عليا ان هي مطلقه، واخدتها عيشتها عندي، وجوزي مسافر، جوزي لا بيشوفها ولا بيتكلم معاها ولا حاجه عشان انا غير. المفاجاه الكبرى يا جماعه ان انا ابقى في بيتي دلوقتي وهي مع جوزي بره، مراته ورسمي، ويرضاش ياخدني انا عشان هي معاه بره بعد ما كنت بروح معاه كل سفريه. دي مفاجاه صح؟ جوزي اتجوز عليا بنت خالتي اللي ربيتها عندي. الحكايه بدات يا جماعه ان انا خالتي متوفيه، هي اللي بتحكي لي الموضوع ما يخصنيش انا عامه يعني. وخالتي بنتها اتفصلت وعندها عيل، وان هي ملهاش مكان تقعد فيه، فانا اخدتها قعدتها عندي، وجوزي مسافر وجوزي وافق وكل حاجه ورحب. معرفش هم عرفوا بعض وكلموا بعض ازاي وهي قاعده في بيتي وبتنام على سرير على فرشتي وبلبسها من هدومي. ناس كنت انا بسافر مع جوزي، فناس كلموني قالوا لي هو احنا زعلانين عشانك وربنا يكون في عونك وي وي وايه اللي حصل. يعني انت مش عارفه ان جوزك متجوز عليكي؟ ازاي؟ احنا حبينا نعرفك. عموما لو مش عارفه احنا حبينا نعرفك. طبعا كذبتهم في الاول وكده، فقلت لهم لما يكونوا خارجين مع بعض يا ريت لقطه من الصوره كده، بحيث ان انا اشوف هي مين اللي معاه دي. ممكن يكون انتوا مش متاكدين من اللي انا بقوله، من اللي انتوا بتقولوه او حاجه. قالوا لي اوكي، نكون نازلين في اي وقت ونشوفه وهي راكبه معاه العربيه او حاجه نبقى نصور لك لقطه فيديو كده. فالصدمه كبيره ان بنت خالتي كانت قالت لي في شغل في الامارات وجوزي في السعوديه، فانا رايحه وهاخد ابني معايا والكلام ده. هو في السعوديه جوزي، فقلت الامارات مش مشكله. قلت لجوزي قال لي وافقي وافقي وافقي، خليها تغور من عندك، انت تعبه اعصابك في الفاضي، خليها تمشي. معرفش كلموا بعض امتى اصلا ده انا كنت معاها ليل ونهار. كلموا بعض امتى الله اعلم. المهم المفاجاه الكبرى ان هي طلعت بنت خالتي اللي انا قاعداها عندي بقالها 2.5 سنين في بيتي، وجوزي ما بيجيليش اصلا في الفتره ديت، وانا مستحمله وعايشه وبربي في عيالي وخلاص. طبعا هو ما يعرفش ان انا عرفت. يا ريت تكتبوا لي في تعليقات اعمل ايه مع راجل زي ده واتجوز بنت خالتي اللي كانت نايمه في سريري ومش عارفه اواجهه ولا اقول له اللي حصل. يا ريت يا جماعه تردوا عليها في رسائل، في كومنتات. بالله عليكم ما تنسوا الموضوع، بالله عليكم اعتبروها حد من اخواتكم، لازم تردوا عليها بكومنت. مع السلامه.